قصر شهبوبوجان، من القصر الملكي إلى المتحف الإثنوغرافية. التاريخ ليس مجرد مجموعة من السنين والأحداث، بل هو ذاكرة حية تنبض في المباني والأزقة وذكريات شعب بأكمله. هنا يقع قصر شهبوبوجان. شيد هذا القصر في عهد الأمير عبد الرحمن خان، ويروي هذا القصر حكاية السلطة والعمارة والثقافة والهوية. حكاية بدأت في أواخر القرن التاسع عشر وتستمر حتى يومنا هذا. عندما تولى الأمير عبد الرحمن خان الحكم، أولى اهتماما كبيرا بالمشاريع الإنشائية الجديدة. مبنى الأرشيف الوطني وضريح الأمير عبد الرحمن خان وفندق باغبال المعروف اليوم باسم فندق الأمير عبد الرحمن خان، إلى جانب قصر شهبوبوجان الذي نتحدث عنه الآن، وجميعها تعد من أهم الإنجازات العمرانية لتلك الحقبة. عام 1880 الميلادي، كانت أفغانستان تمر بإحدى أصعب فترات تاريخها، فقد أدت الحروب الداخلية والتنافسات الإقليمية وصراع القوى الكبرى إلى زعزعة البنية السياسية للبلاد. وفي ظل هذه الظروف، تولى عبد الرحمن خان زمام السلطة، إلى جانب تأسيس حكومة مركزية أولى كذلك عناية خاصة بتشييد المنشآت الحكومية والقصور الملكية. خلال هذه الفترة، اتخذت كابول تدريجيا وجها جديدا. في عام 1880 الميلادي، عندما تولى الأمير عبد الرحمن خان الحكم، اندلعت الاضطرابات على نطاق واسع في أرجاء البلاد، وكان الأمير عبد الرحمن خان آنذاك يسعى إلى إنشاء حكومة مركزية. وعندما أنشأ الحكومة المركزية، رأى أن هذا الوضع يجب أن يتغير من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. عندما سافر الأمير عبد الرحمن خان إلى الدول الأوروبية، خطرت له فكرة أنه يستطيع بناء قصر مثل القصور الموجودة في أوروبا في وطنه، على أن يكون ذلك مزيجا بين الطراز المعماري الأوروبي والطراز المعماري التقليدي للشعب الأفغاني نفسه. ومن بينها قصر شهبوبوجان، حيث نتواجد أنا وأنتم الآن. هذا القصر هو أحد المعالم التي تعود إلى عهد الأمير عبد الرحمن خان، الذي أهداه إلى أخته السيدة حليمة، المعروفة باسم شهبوبوجان. استمد اسم قصر شهبوبوجان من اسم امرأة، ورغم قلة المعلومات المتوافرة عن حياتها، فإن اسمها ظل حاضرا في الذاكرة التاريخية لمدينة كابول. شهبوبوجان شقيقة الأمير عبد الرحمن خان، امرأة حظيت بمكانة مرموقة في البلاط الملكي، ويعكس إطلاق اسمها على هذا القصر ما كانت تتمتع به من منزلة رفيعة في البنية السياسية والاجتماعية آنذاك. شيد القصر على مساحة تقارب 12 جريبا من الأرض، إلا أن هذه المساحة تقلصت تدريجيا مع مرور الزمن ولم تعد على حالها الأصلي كما كان عند إنشائه. يتميز هذا القصر بخصائص فريدة، فعند النظر إلى زخارف غرفه، نجد أن معظمها بما فيها قاعة الاستقبال مزينة بزخارف نباتية وحيوانية على سقف الغرفة أقل بقليل من سقف الغرفة، كما استخدم خشب العرعر على نطاق واسع في عناصر البناء.
حتى السلالم نفسها مصنوعة من خشب العرعر الذي يعد من السمات المميزة لعمارة عهد الأمير عبد الرحمن خان. چوب ارچه که نماد اعظمی دوره امیر عبدالرحمن خان داره. ومن أبرز العناصر المعمارية في القصر أيضا المدافئ الجدارية التي كانت تعد من المظاهر الحديثة في ذلك العصر. ولا تزال نماذج مماثلة لهذه المدافئ تشاهد حتى اليوم في المباني في تركيا. يضم هذا القصر الذي نتحدث عنه الآن 3 سلالم خشبية، وهي من أبرز السمات المعمارية التي تميز مباني تلك الحقبة. كما يحتوي على عقود وحنايا جدارية وأقواس بنيت بالتعاون بين مهندسين نمساويين وسكان كابل المحليين. بالطبع يجب أن نقول إنهم في ذلك الوقت حاولوا استخدام نفس المواد الأساسية أو التقليدية التي كانت متاحة لهم. شيد قصر شهبوبوجان خلال الفترة الممتدة بين عامي 1880 و 1901 للميلاد، وقد وضع تصميمه مهندس نمساوي كان أحد الخبراء الذين استدعاهم البلاط الأفغاني إلى كابل لتصميم المباني الحديثة. أما تنفيذ المشروع فقد تولاه المعماريون والحرفيون الأفغان، وشارك في بنائه أساتذة مهرة من كابل وقندهار والهند، في مزيج جمع بين خبرات متنوعة أثمر عن تشييد صرح معماري فريد من نوعه. لا يعد قصر شهبوبوجان أوروبيا بالكامل ولا شرقيا بالكامل، بل يعتبر نقطة التقاء عالمين معماريين. لقد شهدت أفغانستان منذ العصور التي أعقبت التأثيرات اليونانية تفاعلا بين الفنون الوافدة والفنون الأصيلة التي أبدعها أبناء البلاد. ومع مرور الزمن امتزجت هذه التقاليد الفنية وانتقلت من جيل إلى جيل، ويتجلى هذا الامتزاج بوضوح في عناصر هذا القصر، إذ نلاحظ الأعمدة في الجناح الجنوبي وقد زينت بزخارف تستلهم الطراز الفني اليوناني البختري. ومن هنا يمكن القول إن هذا القصر يجسد لوحة معمارية فريدة تجمع بين روائع العمارة الأوروبية من جهة وبين أصالة العمارة التقليدية الأفغانية من جهة أخرى. وبالمثل عندما بدأت الفن المعمارية الأوروبية تدخل إلى أفغانستان خلال تلك الفترة، امتزج الفن المحلي والفن الأوروبي، مما أدى إلى خلق فن جديد نراه حاليا في القصر، وهو فن أوروبي وفن تقليدي لشعب كابل. كان القرن ال19 بداية مرحلة جديدة في تاريخ العمارة الأفغانية، وسعى معماري تلك الحقبة إلى الربط بين التقاليد المحلية والأساليب المعمارية الحديثة. تظهر على الواجهة الجنوبية للقصر 4 أعمدة دائرية تذكر بملامح العمارة الكلاسيكية الأوروبية، ويعلو المبنى جملون مثلث الشكل، وهو عنصر معماري يشيع في العديد من مباني الطرازين الباروكي والكلاسيكي الجديد في أوروبا. لكن إلى جانب هذه العناصر فإن المواد المستخدمة محلية بالكامل: الطوب الخام والطوب المحروق وخشب الدلب والجص والجير، وهي مواد استخدمت على مدى قرون في العمارة الأفغانية. يتكون هذا القصر من 40 غرفة موزعة على طابقين، وقد شيد بجدران سميكة باستخدام مواد بناء تقليدية، وهي الطوب والطين وقش الطين والخشب. وقد استخدم في بنائه خشب ولايتي كونر ونورستان، ولا سيما خشب العرعر، وهو من أجود الأخشاب المحلية في أفغانستان. ويمكن ملاحظة بعض العناصر المعمارية كالأقواس التي تتخذ شكل المقص
والتي تعد من الفنون المهمة لأهل كابل، والتي يمكن رؤيتها في هذا القصر. اتاقها موازی با یکدیگر است که یکی از شیوه‌های مهندسی همون دوره بوده. الغرف متوازية مع بعضها البعض، وهو أحد الأساليب الهندسية لتلك الفترة، ويمكننا القول أن هذا الفن هو الفن الأصلي لشعب أفغانستان. كما تظهر في بعض الممرات تجاويف جدارية أنشئت لأغراض جمالية، فتضفي على المبنى مزيدا من التناسق والرونق. ومن أبرز خصائص المباني التي شيدت في عهد الأمير عبد الرحمن خان وجود حديقة أو بستان صغير أمام بوابة الدخول، وهو عنصر معماري مميز لذلك العصر. مقابل امی دروازه ورودی یک باغ یا باغچه است که یکی از ویژگی‌هایش است. تم بناء القصر بحيث لا تشرق شمس الصباح وشمس الظهيرة إلا قليلا، ولهذا تم أخذ نظام التهوية في عين الاعتبار. وكما هو الحال في العمارة التقليدية لمدينة كابل، سواء في منطقة شهر كهنة كابل أو في سائر أحيائها، كانت تضم فتحات سفلية للتهوية تعرف محليا باسم روباه خانة، أي بيت الثعلب. وكان هناك سببان: أحدهما كان يأخذ في الاعتبار نظام التهوية، والآخر كان لمنع الرطوبة وحماية الجدران والمبنى نفسه. إن دخول القصر هو دخول إلى مكان لا يزال يحتفظ بآثار مجده الغابر. وتقع قاعتان فسيحتان في الجناحين الشرقي والغربي، وتربط الممرات الطويلة بين مختلف أقسام المبنى. وتزدان الأسقف بزخارف جصية دقيقة ونقوش هندسية. أما المنحوتات الخشبية والزخارف ذات اللون الذهبي فهي من روائع الفن الذي أبدعه أساتذة الحرف في كابل. وفي يوم من الأيام كانت المرايا البلورية الضخمة تتلألأ في أرجاء هذا القصر. مرايا جلبت من الهند إلى كابل، لكن حروب العقود الأخيرة دمرت الكثير من هذه التحف. كان هذا القصر يضم في السابق قسم العلوم الطبيعية والتقنية التابع لأكاديمية العلوم الأفغانية. وفي عام 1371 للهجرة الشمسية، عندما اندلعت الحروب وتعرض القصر لأضرار جسيمة، ظل قسم العلوم الطبيعية والتقنية التابع لأكاديمية العلوم يحتفظ بمكاتبه في هذا المكان. وفيما بعد أعيد ترميم القصر بإشراف رئاسة صيانة الآثار التاريخية والمركز الدولي للدراسات الكوشانية التابع لأكاديمية العلوم، مع الحرص على الحفاظ على أصالته التاريخية إلى أكبر قدر ممكن. أي إذا دمر معلم تاريخي على سبيل المثال بنسبة 40 أو 50%، أو إذا بقي منه 40 أو 50%، فإنه يحافظ على أصالته التاريخية إلى حد ما في شكله الأصلي. وفي أعمال الترميم استخدمت المواد التقليدية نفسها التي شيد بها القصر منذ البداية، والآن الحمد لله هو في حالة جيدة. أما بالنسبة إلى الأضرار التي لحقت بالقصر نفسه نتيجة الحروب الداخلية، فقد تضرر الجزء العلوي منه بشكل جزئي، ولكن بالاعتماد على الصور السابقة الموجودة لدى قسم حفظ الآثار التاريخية، وبإشراف ممثلي قسم الآثار التاريخية ومهندسي أكاديمية العلوم، أعيد ترميمه ووضع في الخدمة. وفي السنوات اللاحقة اكتسب القصر وظيفة جديدة، فقد قررت أكاديمية العلوم الأفغانية تحويل هذا الصرح التاريخي إلى متحف للبحوث الإثنوغرافية. قرار منح القصر حياة جديدة. منذ ذلك الحين لم يعد المبنى مجرد معلم تاريخي، بل أصبح مركزا لحفظ التراث الثقافي الأفغاني. وفي عام 1381 للهجرة الشمسية، وبموجب المرسوم رقم
45 الصادر عن رئيس الجمهورية آنذاك حامد كارزي، أسس هذا المكان متحفا علميا وبحثيا. ويهدف المتحف إلى حفظ وعرض المقتنيات التي تمثل مختلف الجماعات العرقية في أفغانستان، بما في ذلك أدواتهم التقليدية وأزياؤهم وحليهم، ليجسد تنوع التراث الثقافي ويمثل الأعمال الثقافية للشعب الأفغاني. كما أنشئ ليكون مركزا للباحثين والدارسين، حيث يتيح لهم دراسة المقتنيات التاريخية والإثنوغرافية لمختلف القوميات الأفغانية، والاستفادة منها في إعداد البحوث والرسائل العلمية والمؤلفات. سعى العلماء إلى جمع مقتنيات تمثل مختلف القوميات والولايات في أفغانستان وإيداعها في هذا المتحف، إلا أن بعض الصعوبات حالت دون استكمال هذه المهمة. يضم المتحف مجموعة من المقتنيات التي تعود إلى عدد من الجماعات العرقية، منها البشتون والبلوش والأوزبك، إلى جانب مقتنيات تمثل التراث التقليدي لأهالي كابول. يتيح المتحف للزائرين التعرف إلى أوجه التشابه والاختلاف بين الجماعات العرقية الأفغانية. این موزیم اصلا برای تمام علاقمندان باز است. هذا المتحف مفتوح لجميع المهتمين. إنه متحف بحثي علمي، حيث يمكن للعلماء إجراء أبحاثهم، كما يمكن للسياح والطلاب المهتمين بالبحث في هذا المجال أو الراغبين في زيارة المتحف للتعرف على ثقافة الشعب الأفغاني والتحقق من أصالة التاريخ الأفغاني. يمكن لأي شخص زيارة هذا المتحف، حيث يزوره مئات الأشخاص سنويا من داخل أفغانستان وخارجها. المتحف في خدمة جميع المهتمين ومفتوح دائما. این موزیم در خدمت تمام علاقمندان است و باز است. تضم قاعات هذا المتحف آلاف القطع الأثرية والثقافية، تروي كل قطعة منها جزءا من حكاية الشعب الأفغاني. الملابس التقليدية والحلي المحلية والأواني الحجرية والخشبية والمصنعات اليدوية والأدوات التي كانت يوما جزءا من تفاصيل الحياة اليومية. تعكس هذه المجموعة التنوع الثقافي لأفغانستان، من الهزارة إلى الأوزبك، ومن التركمن إلى النورستانيين، ومن الطاجك إلى البشتون والبلوش. فكل قاعة تروي قصة ثقافة بعينها، وإلى جانب كل هذه الاختلافات تتشكل صورة الهوية الأفغانية الجامعة. اصلا در ابتدا و زمانی که موزیم تأسیس شد، یک حیات. في البداية عند تأسيس هذا المتحف، تم تشكيل وفد يضم أفرادا ومنظمات مختلفة، وأرسل إلى مختلف الولايات لجمع القطع الأثرية الإثنوغرافية لقبائل أفغانستان المختلفة ونقلها إلى هذا المتحف، لما في ذلك من أهمية بالغة، إذ يتيح لنا تعريف العالم أجمع بأدوات وملابس ومجوهرات وتقاليد وعادات الشعب الأفغاني. وقد أسس هذا المتحف لهذا الغرض، وهو اليوم متحف إثنوغرافي أساسي، وأعتقد أنه أكبر متحف إثنوغرافي على مستوى أفغانستان. بشكل یک موزیم اساسی اتنوگرافی، ما فکر میکنم در سطح افغانستان کلانترین موزیم اتنوگرافی در سطح افغانستان است. البته بگویم که وجدير بالذكر أن هذا متحف للبحث العلمي، وإلى جانب كونه متحفا للبحث العلمي، يتيح المتحف لعامة الناس زيارة معروضاته، وخاصة الشباب واليافعين الذين يأتون إليه ليطلعوا على موروثهم الثقافي وتاريخهم الحضاري من جهة، ومن جهة أخرى يسهم هذا المتحف في إلقاء الضوء على كثير من الجوانب التي لم تنل حظها الكافي من تاريخ أفغانستان. تاریخ کشور خود باشه. إلى جانب الآثار الإثنوغرافية، يخصص جزء من المتحف للفن الحديث والفن الإسلامي في أفغانستان. أعمال تظهر أن الثقافة ليست ظاهرة جامدة،
بل هي في تطور مستمر وإعادة تشكيل متواصلة. اليوم لم يعد هذا المتحف مجرد مكان لحفظ القطع الأثرية، بل أصبح فضاء للبحث والتعليم والتعرف على الماضي. وفي عام 1395 للهجرة الشمسية، بادر الأستاذ أمان الله حيدر زاد، أحد الأساتذة السابقين بكلية الفنون الجميلة في كابول، والذي كان يقيم في الولايات المتحدة، إلى إهداء مجموعة من أعماله الفنية لهذا المتحف. ولحسن الحظ قد أنجزت هذه المبادرة بنجاح. بإمكانكم رؤية عدد من أعمال الخط الفني، أي الكاليغرافيا، إلى جانب أوسمة ومقتنيات أخرى، وهذا يعني وجود فن معاصر هنا. هذه الأعمال التي تعود ملكيتها لأمان الله حيدر زاد تعد من الفنون المعاصرة وتمثل الفن المعاصر. يمكن للطلاب زيارة هذه الأعمال لأغراض التدريب العملي وكتابة مقالاتهم حول هذا الموضوع. يعد الخط الإسلامي، أي الكاليغرافيا، من الفنون التي تقوم غالبا على كتابة الكلمات الشريفة، وقد تقدم بأساليب فنية ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد، أي 3D. وبشكل عام، فإن دراسة تاريخ الفن تظهر أن جذوره تعود إلى عصور ما قبل تاريخ عصر الحجر والنحاس، فالإنسان عندما يصنع شيئا فهذا العمل بحد ذاته فن. هكذا انتقل الفن عبر الأجيال، متأثرا بالأعمال السابقة ومستلهما منها، ليأخذ العصر المعاصر أشكاله الأصلية. في عالم يفقد جزءا من ذاكرته التاريخية يوما بعد يوم، يعد الحفاظ على هذه المعالم أهم من مجرد صيانة المباني. قصر شهبوبوجان ليس مجرد مجموعة من الطوب والخشب والجص. هذا الصرح هو ذاكرة شعب، ولعل سر خلود هذا القصر يكمن في ذلك تحديدا. إنه لا يزال بعد أكثر من قرن يروي قصة أفغانستان للأجيال القادمة. يمكن للزائرين القدوم للاطلاع على الآثار الإسلامية المعروضة هنا، كما يضم المتحف إلى جانبها مقتنيات تعود إلى ما قبل الإسلام، منها العملات النقدية من العهد الأخميني، والعهد اليوناني، والعهد الكوشاني، والعهد الساساني. يمكن للناس زيارة هذه المعالم، وخاصة الطلاب والخريجين، وسيكون من المفيد جدا لهم التعرف على الثقافة القديمة للعصر الإسلامي والعصر الحديث. يجب على الناس الحفاظ على ممتلكاتهم الثقافية، لأن صون التراث يسهم في إثراء المتاحف البحثية والإثنوغرافية. فعلى سبيل المثال، فيمكنهم إيداع مقتنياتهم وآثارهم في هذا المتحف، حيث تحفظ وتصان وفق أساليب علمية ومعايير مناسبة. ويمكن للأجيال القادمة أن تعتبرها قطعا أثرية قيمة. من أجل التعرف على ثقافتهم الخاصة وعلى المجموعات العرقية المختلفة في أفغانستان، يدعى الجميع إلى زيارة المتحف الإثنوغرافي العلمي والبحثي، والاطلاع على مقتنياته ومعروضاته. ومن خلال مشاهدة أدوات العمل، والأزياء التقليدية، والعادات، والحلي، يمكن للزائرين التعرف إلى جوانب متنوعة من ثقافة الشعب الأفغاني، وإدراك عراقة هذا التراث وعمق جذوره التاريخية، وما يتميز به من فنون جميلة وإبداعات أصيلة.